السلام عليكم. بسبب التنمر بنت في إعدادي قتلت صاحبتها اللي كانت بتذاكر معاها، وأهلها لفوها في سجادة علشان يتخلصوا من الجثة ويبعدوا التهمة عن بنتهم. دي مش بس أحداث الحلقة 17 من مسلسل ساعته وتاريخه اللي بعنوان مشكلة عائلية، دي قصة حقيقية حصلت في حي الأميرية في القاهرة في سنة 2012. وبعد عرض المسلسل الحلقة قلبت السوشيال ميديا، وبدأت الناس تسأل عن القصة الحقيقية اللي ورا الحلقة دي. تعال أحكي لكم القصة الحقيقية. هنبدأ بقصة المسلسل اللي كان فيها دياب ضيف شرف. فهو كان بيساعد ناس عايزة تعزل، ولكنه شاف حاجة غريبة وهي سجادة عليها دم. في الأول افتكر إن الأب قتل الأم وحط جثتها في السجادة، ولكنه في الآخر عرف الكارثة اللي حصلت لما الطالبة رودينا اعترفت له بإن صاحبتها اللي مختفية كانت عندها بتذاكر معاها، ولكنها اتريقت عليها فراحت المطبخ جابت سكينة عشان تهوشها، ولكن السكينة جت فيها وماتت. نرجع بقى للقصة الحقيقية. في حي الأميرية في القاهرة في سنة 2012 بنت اسمها رضوى عندها 14 سنة،